بالنسبه للمقادير كيف ما كتشوفوا عندنا كاس ديال الحليب. سبق لي من قبل درتو في المجمد غير باش يزيد يبرد اكثر. راكم عارفين باش على ان الكلاص يطلع لكم مزيان خاصو يكون الحليب والشونتي باردين، يعني باردين مزيان. دونك هنا عندي شونتي. صراحه كتستعملوا يا اما هذيك الباكي اللي تتكون اولا تستعملوا غير ديال العبار. دونك صراحه انا كل مره شنو تنستعمل مي دائما او اغلبيه الوقت كنستعمل هكا ديال العبار. غير العبار كيكون قد يعني قد اللي في الكرتونه قد العبار اللي تندير هنايا. وعندي صراحه مذاق ديال بسكوي راكم عارفين. وانا غادي ندير بسكوي صراحه ديال كوكيز. نتوما تقدروا تستعملوا اي بسكوي بغيتو تستعملوا يا اما كوكيز او لا صراحه صابلي وهنريس. مي كنفضل على انه تستعملوا كوكيز حقاش كيعطي صراحه لو زوين بزاف. جربته من قبل كيعطي جو رائع بزاف. دونك غندوزو على بركه الله لطريقه التحضير. وكيف ما كتشوفوا غادي نبداو بالحليب هو الاول، وغادي نزيدو عليه الشونتي ديالنا القياس نورمالمون اللي كاين في الباكي اولا القياس ديالنا حنا اللي نورمالمون عندنا. فوالا غادي نطلعوهم مزيان صراحه الحليب والشونتي نطلعوهم مزيان حتى يطلع لينا شونتي اكثر علينا يولي لينا قابض في راسو. ومن مورا ان شاء الله ندوزو باش نزيدو الكو ديال البسكوي ونزيدو العنصر الاخير اللي هو كوكيز. غادي نزيدو كو ديال كود فان كود بسكوي باردون كيف ما شفتوا. كود بسكوي غادي نزيدوها على الشونتي ديالنا او على الخليط ديالنا كيف كتشوفوا. ودابا غادي ندوزو نخلطوا كل شيء. دونك نخلطوا البسكوي مع الشونتي ديالنا باش ينسجم لينا وباش يعطي هذاك المذاق ديال الكود بسكوي في الخليط ديالنا. ومن مورا ان شاء الله ندوزو باش نتلاقاو باش نزيدو الكوكيز. ودابا غادي نزيدو الكوكيز ديالنا. صراحه غير غادي نهرمشوه غير بيدينا بحال هكا. لو بليزير ديالو هو نخليو هذوك الطروفه ديال الكوكيز باش نتمضقوهم. دونك ماشي يعني نطحنوه اولا ندقوه مزيان حتى يتنين، لا غادي نخليوه بحال هكا يعني بحال غادي نهرمشوه ونخليو الطروفه ديال الكوكيز بحال هكا. هو صراحه كتستعمل فيه يا اما كيت لكم كوكيز يا اما صابلي او هذا هيرنيس، ولكن انا كنفضل على انكم ديروا صراحه كوكيز لانها كيعطي واحد المذاق رائع وانا من عشاق كوكيز. دونك داكشي علاش كنفضل انني ندير كوكيز. وبالنسبه للكود بسكوي او نكهه البسكوي فالا كانت عندكم راه مزيانه صراحه، ما كانش عندكم بلاش. راه المذاق ديال الكوكيز صراحه كيعطي واحد النكهه زوينه. دونك الا كانت مزيان ما كانش بلاش، غير هي كنفضل انها تكون به باش كيتزيد نكهه البسكوي كتطلق اكثر. دونك فوالا كيف ما كتشوفوا بعد ما خلطنا او بعد ما هرمشنا البسكوي ديالنا غادي ندوزو نخلطو غير بحال هكا. فوالا دونك هانتوما كي كتشوفوا ها هو البسكوي. دونك صراحه هذا هو الهدف ديالنا من البسكوي، على انه يبقى الطروفه ديالو باينين باش نزيدو يعني نتمضقوهم اكثر. حسن ما انه غادي تنيل الى يعني طحنتوه ما غاديش يبقى غتحسوا بواحد لوغو البسكوي، لكن ماشي بحال على انه غادي تمضقوه يعني تندغوه بهذا المفهوم. دونك فوالا بعد ما خلطنا غادي ندوزو نوضعوه في العلبه اللي غادي نوضعوه فيها في المجمد. اي فوالا غادي نوضعوه في هذه العلبه.
نديروا لي الزويوقه بحال هكا باش يجينا بحال لو ستيل ديال الكلاص اللي نورمالمون كنشريوه. فوالا غادي نحاولوا نخبطوه او نحاولوا نضربوه بحال هكا باش ما يبقاوش لينا الفراغات في الجناب. ودابا غادي ندوزو باش نوضعوه في المجمد ونتلاقاو مع الشكل النهائي او الطبق الرئيسي ديالنا. بعد ما جبد لينا الكلاص غادي نحاولوا نوضعوه في طبق التقديم او لي بول ديال التقديم. دونك فوالا صراحه انا ما كنخليهش يعني يجمد بزاف او يتكونجلا اكثر من القياس، غير واحد الفتره تقريبا هكا معينه، وكنحاول انني نقدمه. صراحه انا كنبغيه يكون كريمي، ما يكونش يعني مثلج بزاف بزاف. فوالا هذا هو الكلاص ديالنا كيف ما كتشوفوا. صراحه كيجي رائع سورتو بمذاق الكوكيز. داكشي علاش قلت لكم في الاول على انكم يفضل على انكم تستعملوا هاد الكوكيز. كيف ما كتشوفوا ها هو كيبقاو هاد الطرفه هكا باينين وكيعطيو صراحه واحد المذاق رائع. كنتمنى على ان الكلاص ديال اليوم يعجبكم، ولا عجبكم اكثر تخليو لي الراي ديالكم في التعاليق، واللي اول مره غادي يطلع عنده القناه يشترك عندي ويفعل الجرس باش يوصلوا دائما الجديد. شكرا لكم ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد او في وصفه جديده. الى اللقاء.